انا الخبر اللي ورايا ده لو حقيقي، الصفقه دي بالذات ريال مدريد عرف يخلص فيها، اضمن لك برقبتي ان ريال مدريد مش هيحتاج صفقات تاني لاخر الموسم. كان اللاعب اللي ورايا ده مش اي لاعب، ده دومينيك سوبوزلاي. هتقول لي يا عم سوبوزلاي ايه اللي يجي ريال مدريد، ده انتمائه ليفربول. هرد عليك واقول لك عندك دليل بالكلام ده؟ وبعدين هات لي لاعب واحد في العالم ما يتمناش ان هو يلبس التيشيرت ده يكون لاعب لريال مدريد. لا يا حبيبي، انت فاكر كل اللعيبه زي ارنولد؟ بلاش يا عم، انا مش هتكلم. هسيب مدرب سابوزلاي في منتخب المجر هو اللي يرد عليك، عشان ده تصريح على لسان ماركو روسي مدرب منتخب المجر، واللي قال حلم سابوزلاي دائما كان ريال مدريد. يعني الولا كان بينام ويحلم بيا. انت متخيل لو جيت وقدمت له عرض وهو في ليفربول انه ممكن يرفض؟ حتى يا جدع الولا ماشي ببوستات لاعبين ريال مدريد عمال يلمح، رايح عند فينيسيوس يعمل له كومنت، عند ارنولد رايح يكتب له ماي بوي. يعني مش ناقص له غير يطلع يقول لك انا من صغري مدريدي. يلا يا عم بريز ارفع علينا التليفون، خلي الديمونيك سابوزلاي يجي يونس الهيز بوي، عشان بعدها ريال مدريد يبقى عنده اقوى خط نص في العالم حاليا من وجهة نظري، البومبيرا الامير دومينيك سابوزلاي.